ينابيع ساخنة كبريتية أصبحت مكانا مفضلا لدى العراقيين الذين يأملون قضاء بعض الوقت في الاسترخاء. منتجع حمام العليل التاريخي الواقع جنوب مدينة الموصل يستخدمه الزائرون كعلاج للأمراض والوقاية من التلوثات. أصبح المنتجع الصحي التاريخي في الموصل الذي يستخدم المياه من الينابيع الساخنة الكبريتية مكانا مفضلا للعراقيين الذين يأملون في قضاء بعض الوقت في الاسترخاء. منتجع حمام العليل الحراري التاريخي الواقع جنوب مدينة الموصل مكان مفضل للعديد من العراقيين الذين يقولون أن مياهه الغنية بالكبريت مفيدة لهم. يجي يطين جسمه بهذا الاسيان، طبعا هو الكبريت البكر يعني يطين جسمه خلال ربع ساعة 10 دقائق، يرجع مرة ثانية يسبح يخلي مي على جسمه، لأن المي هذيك الكبريت الثاني اللي ورانا يعني درجة الحرارة شوية ناسية مو مثل هاي 50 درجة. يفضل البعض الآخر قضاء بعض الوقت في المنتجع الصحي التاريخي الذي تم تجديده منذ حوالي 4 أشهر. الزائرون هنا هم من مختلف الأعمار ويتبادلون أطراف الحديث أثناء استحمامهم بالمياه المميزة هنا. تركيبة ربانية يعني بالنسبة لدرجات الحرارة هاي تدخل بشري ما بيها، وتركيبة الماء الموجودة تشفي عدة أمراض من ضمنها الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل، أمراض التشنجات العضلية. مو جاي لغرض فقط السباحة، مو نقول هذا مسبح عام أو شيء، لا، فقط حمام عليه إنه علاج، هو المياه ماله علاجية. سميت البلدة بأسرها على اسم المنتجع الصحي التاريخي وينابيعها، كما أن حمام العليل يعني حمام المريض بالعربية، وزوار هذه الأماكن عاودوا ارتيادها مرة أخرى بعد عمليات تطهير المدينة من دنس الإرهاب، وهي بذلك تمثل إحدى أبرز سمات الموصل التاريخية المعروفة.